السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين فينا يا جماعة ما عندوش مشاكل في البيت؟ كل يوم مشاكل، وكل لما البيت يهدى يرجع تاني يوم في مشاكل تانية. او الولاد اليوم كله قايمين على بعض، خناقات اليوم كله. لا هي اللي بدأت، لا هو اللي بدأ، لا والله انا ما عملتش حاجة. مين فينا يا جماعة كأمهات مش بيعيش الوضع ده كل يوم؟ ممكن كمان تبقى خلافات بين الزوج والزوجة على أتفه الأسباب. على أتفه الأسباب يكونوا كويسين، فجأة يزعلوا من بعض ويخاصموا بعض، مش بيلحقوا يتصالحوا إلا ما بيرجعوا يتخانقوا تاني مع بعض. نفس الحكاية الأطفال الصغيرين، اليوم كله زن وعياط. تبقي مأكلة الطفل ومغيراله ونايم وكويس بس بيزن وبيعيط. دي كلها حاجات تعتبر منغصات الواحدة بتعيشها في البيت. بتبقى متضايقة من البيت وحاسة ان هو مشكل لها ضغط جامد. بتبقى الام مستنية اليوم يخلص بأي طريقة علشان تروح على سريرها في الهدوء وفي السكينة وتريح نفسها وتنام وترتاح من الحرب اللي كانت عايشة فيها اليوم كله. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الحاجات دي كلها اللي انا حكيتها تعتبر حاجات مش طبيعية. الطبيعي ان البيت يبقى هادي. ما بقولش ان الاطفال مش بيتخانقوا، لا بيتخانقوا مع بعض بس مش بالطريقة اللي انا بوصفها، اللي تحسوا ان هي ملهاش سبب. خناقات الأطفال المتكررة، زن الأطفال وعياتهم اليوم كله، كل الحاجات ديت، خناقات الزوج والزوجة مع بعض والخصام. الحاجات دي كلها طاقة سلبية جامدة جدا في البيت، مش بتيجي من فراغ. دي بتيجي يا إما نتيجة سحر، أو مثلا لا قدر الله مثلا حد عامل عمل، أو مثلا حسد. مش عايزين نستقل بالحسد عشان خاطر أنا قلته آخر حاجة. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إن أنا قرأت وسمعت من شيوخ كتير جدا بيقولوا إن الحسد اقوى بكتير جدا من السحر ومن العمل. طبعا السحر والاعمال والحاجات دي كلها مذكوره في القران، والحسد كمان. لكن عايزه اقول لكم ان الحسد ده يا جماعه يعني حاجه مرعبه. الحسد ممكن في ناس يعني اعوذ بالله ممكن تتوفى بسبب حسد. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا ازاي نقدر نخلي البيت هادي، ونخلي فيه هدوء ونخلي فيه سكينه، ونخلي الاولاد مع بعض يكونوا هاديين ويكون في بينهم حب ويكون في سلام في البيت، يكون في طاقه ايجابيه، ما يبقاش في الجو المشحون اللي انا كنت بقول عليه في الاول ده. هو يا جماعه بالرقيه، ان احنا نرقي الاطفال ونرقي نفسنا ونرقي ازواجنا وكل الكلام ده. طيب مين فينا مثلا هيقدر ان هو يجيب مثلا اطفاله كلهم ويقعدهم ويقعدوا ويسمعوا الكلام عشان خاطر الام ترقيهم؟ بيبقى صعب جدا. ففي طريقة يا جماعة حلوة جدا انا سمعتها من كذا شيخ، وهي طريقة حلوة قوي، وبتقدري ان انت ترقي كل الافراد اللي في البيت مرة واحدة بالطريقة ديت. وهي طريقة الرقية الشرعية على الماء. طيب بنعمل ايه؟ بنجيب اناء زي ده، يكون نظيف جدا، يكون مغسول ويكون نظيف، يتحط فيه مية نظيفة. وبعد كده بنقرأ فيه بعض الصور والآيات. زي ايه؟ يا ريت تحفظوا معايا، او لو في ورقة وقلم تكتبوا. اول حاجة بتقرأي في المية دي الفاتحة، وانا هقولك الطريقة، بس الاول اعرفي معايا الحاجات اللي انت بتقرأيها. اول حاجة بتقرأي الفاتحة، وبعد كده آية الكرسي، وبعد كده اوائل سورة البقرة الاوائل خالص، وبعد كده خواتيم البقرة اللي هي من اول آمن الرسول، وبعد كده بتقرأي المعوذتين والإخلاص، من كل أعوذ برب الناس وكل أعوذ برب الفلق، وسورة الإخلاص. طيب بنقراهم ازاي؟ بنقراهم 7 مرات، كل حاجة فيهم 7 مرات. الفاتحة وآية الكرسي، أوائل سورة البقرة، خواتيم البقرة، المعوذتين والإخلاص، كل حاجة فيهم 7 مرات. طيب بنقراهم ازاي بقى؟ طبعا الأم بتقرب الإناء دوت منها وهي بتقرأ. بتحط صباعها في المية، طبعا بتكون ايديها نظيفة جدا ومغسولة. بتحط صباعها طبعا اللي هو في ايديها اليمين، بتحطه كده في المية ان هو يبقى لامس المية. وبعد كده بتقرأ بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. لكن لازم ان هي طول ما هي بتقرأ، مثلا بعد كل آية او آيتين لازم ان هي تنفث في الماء. يعني ايه تنفث؟ يعني لازم ان هي تنفخ بالراحة في المية، بحيث ان المية تتحرك كده، ان نفسها يختلط بالمية وهي بتقرأ. لازم نفسها يختلط كويس بالمية لدرجة ان المية تتحرك، بحيث ان الحاجات اللي هي قرأتها ديت او الصور اللي هي قرأتها تمتزج بالمية. بعد ما تخلص قراءة
طول ما هي بتقرأ في السورة او في الايات تنفس في المية، يعني تقرأ وتنفس. يعني ايه تنفس؟ يعني تنفخ كده، تنفخ بالراحة في المية لحد ما المية تهتز. تمام. بعد ما بتخلص قراءة كل السور اللي قلنا عليها، كل سورة فيهم او الايات اللي انا قلتها 7 مرات، خلاص كده المية دي بقى اللي هي في الاناء ده هنشرب منه ازاي؟ هتبدأ ان هي مثلا تعبيها في ازايز، لو في البيت ازايز هتعبيها عادي وتحطها في التلاجة، بحيث ان الاولاد وهم رايحين وجايين يشربوا ميه يشربوا من الميه ديت. انا مثلا بالنسبه لي عندي كولمان، انا مخصصاه بنشرب منه بالذات في الصيف عشان بنسقع ميه. فاللي عنده كولمان ممكن ان هو برضو يعمل الحاجه ديت، الطريقه ديت، ويدلق الميه في الكولمان، هي هتمتزج ببقيه الميه اللي موجوده في الكولمان. يعني مش لازم ان هم هيشربوا من دول بس، لا، ده شويه دول يتحطوا على اي ميه تانية هيمتزجوا مع بعض، وان شاء الله هيبقى فيهم بركه، وان شاء الله باذن الله يكون فيهم الشفاء. ولاحظوا بعدها يا جماعه ان البيت ان شاء الله هيبقى هادي تاني، الولاد كويسين مع بعض، في طاقه ايجابيه في البيت وفي هدوء. لو في اي حاجه وحشه معموله لاي حد في البيت ان شاء الله باذن الله ربنا هيزيلها. لو في اي حسد، في اي عين، في اي حاجه، هيكون ان شاء الله باذن الله ربنا يعني هيكتب ان شاء الله الشفاء لكل افراد البيت، والبيت هيرجع هادي تاني ان شاء الله. اتمنى منكم اللي الطريقه دي ان شاء الله يعملها ويشوف اثرها، ما ينسانيش بدعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.